عندما كنت أمضي أجازة العام الماضي في أوروبا، زرت لندن واستأجرت شقة مفروشة لإقامتي، وما أن وضعت حقائبي فيها حتى زارني مستأجر الشقة العليا وسألني عن مواعيد نومي ويقظاتي، ودهشت في مبدأ الأمر، ولكنني بعد أن عرفت السبب أيقنت أن نجاح الإنجليز في حياتهم الاجتماعية يعود بلا ريب إلى معرفة كل فرد بما له وما عليه. لقد كان سبب الزيارة والسؤال أن جاري يرغب في تنظيم مواعيد لعب أطفاله بالحديقة بحيث لا تقع في أوقات نومي فتضايقني، وإن هذه الحادثة لا تتمثل في ذهني كلما وقع بصري على أوجه الفوضى في حياتنا عموما. إن نجاح الدولة من نجاح الفرد، ونجاح الفرد يتوقف على طريقة احترامه لحقوق الغير. هذه المقتطفة أيها السادات والسادة يعني لزاما أن تبروز وتبرز وتعلن وتقرأ وتنشر. قالها يعني الراقي يوسف بيك وهبي، ذلك الممثل المبدع القديم، لكن تاريخ نشرها في مجلة الاثنين والدنيا كانت سنة 1951، تعطي لنا دلالة للعبرة والعظة عن احترام الآخر.